سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه في القرآن عرف بعضه وأعرض عن بعض. يبقى التغافل اللي بيأذيك هيفسد العلاقة ما بينك وبين شريك حياتك. مثلا انت ما قلتش لمراتك ان انت ما بتحبهاش تتكلم مع اصحابها وقت طويل وانت قاعد في البيت، فهي كل ما اصحابها بيتصلوا تقعد تتكلم معاهم وترغي معاهم بالساعات، وانت علشان ما قلتلهاش عمال تتضايق من جواك بس انت ساكت، وهي طبعا ما بتعلمش الغيب ولا عارفة ان ده صح ولا ده غلط، فعلشان كده انت بتبعد عنها وهي بتحاول تقرب منك، وفي الاخر عشان انت ساكت وهي مش فاهمة الدنيا بتخرب. والله في ازواج كتير عايشه بسلام، لا في مشاكل ولا في مشاعر ولا في حب، بس لما بيحصل اي مشكله كبيره ويقعدوا يتكلموا مع بعض الحب بيرجع تاني. عارف ليه؟ علشان يتكلموا وفضفضوا وطلعوا اللي جواهم. علشان كده لما بيحصل في اي مشكله انا بتكلم معاكي انت بالذات، لان انت اللي بيتراكم عندك المشاكل، وانت بتفضلي تشيلي 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 لغايه ما يفيض بيك الكيل. بقى بتستني المشكله تحصل علشان تتكلمي وتعبري عن رايك. ليه ما بتتكلميش وتطلعي كل اللي جواكي اول باول على طول؟ وانت كل فتره اقعد معاها وقول لها ايه اللي انت بتحبيه وايه اللي انت بتكرهيه، علشان اللي انت تحبيه انا اعمله لك واللي انت تكرهيه ابعد عنه، وهي هتعمل معاك نفس الموضوع. لازم تكتشف التتالوج بتاعها. ويقول لك في المثل لو انت عايز تصطاد حط له اللي هو عايزه مش اللي انت عايزه. يعني لو عايز تصطاد سمكه هتحط لها ايه؟ لبنه بالزعتر عشان انت بتحبها، ولا هتحط لها جمبري؟ امتى كبر دماغه؟ وامتى اقول الصراحه مع شريك حياتي؟ 3 حاجات فيهم تكبر دماغك. اول حاجه الحاجات اللي عمرك ما هتعرف تغيرها في شريك حياتك ابدا، فدي تكبر منها دماغك. الحاجه الثانيه الحاجات اللي انت تقدر تستحملها، دي تكبر فيها دماغك. الحاجه الثالثه الحاجات اللي بتحصل نادرا، والنادر ملهوش عندنا حكم، فبرضه تكبر دماغك. وتقول الصراحه في الحاجات اللي انت تقدر تغيرها وبتحصل معاك كل شويه وما تقدرش تستحملها، هنا بقى تقول الصراحة وما ينفعش تكبر فيها دماغك أبدا. واحد طلق مراته علشان ريحة بقها اتكسف يقول لها عشان ما يحرجهاش، خرب البيت. يبقى يقول الصراحة ولا يتغافل؟ واحد اتجوز واحدة وبيحبها ولكن المشكلة عندها ان هي بتعمل صوت في الأكل، لو سكت عن الموضوع دون السكات والتغافل هنا مضره. ممكن تيجي تقول ايه الحاجات التافهه دي؟ الحاجات التافهه دي بالنسبه لك، لكن بالنسبه له حاجات صعبه جدا ما يقدرش يستحملها. علشان كده لما يجي يقول لي انا ما قدرتش اكلمها علشان ما اجرحهاش، اقول له انت كده بتخسرها. مش قادر تقول لها صراحه كده، قول لها بالمستخبي. انا ليا واحد صاحبي بيطلع صوت كده في الاكل فانا ما بحبش اكل معاه. هي هتفهم لوحدها. واحده طالبه الطلاق من جوزها علشان هو بينام جنبها وهو مش مستحمي. طب انت ما بتقولولوش ليه قوم استحمى؟ تقول لك عشان ما اجرحوش علشان هو راجع من الشغل تعبان. يا سلام، يعني انت تهدمي البيت علشان ما تجرحوش؟ علشان كده بقول لك هنا التغافل بيفسد الحياه. طب الحل ايه؟ اكتب قائمه مع شريك حياتك وقسم حياتك زي اشاره المرور، احمر واصفر واخضر. الاحمر لازم تقف وما